اللحظه ديالها كانت صدمه بزاف وفرحه كبيره للعائله ديالها من بعد ما تعرضت لبزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال الظلم بخصوص قضيه حمزه مون بيبي. كيف ما شفت في البدايه ديال الفيديو على ان كانت البارح السيمانه اللي كانت تخرج فيها دنيا فاطمه اللي هي البارح بالليل وخرجت في سريه تامه ما بغاوش يبينوا، وكنتمنى على انها بصح ما تبانش حتى تهدى النفسيه ديالها لان نفسيتها غادي تكون محطمه بزاف وكذلك موحشه وليداتها والعائله ديالها. ما بانش لحد الان، ولكن اكيد كلشي تيقول على ان دنيا باطمه خرجت. صدي خبر اللي فرحنا كاملين صراحه، ربي يفرحها ان شاء الله، والحمد لله على سلامتها مره اخرى. للتذكير فقط على ان دنيا باطمه كانت دخلت للسجن سنه سجن نافذه بسبب قضيه ديال حمزه مون بيبي اللي تخرجت منها براءه، ولكن بسبب نشر معلومات او لا بسبب يعني افصاح الحساب ديال حمزه مون بيبي على بعض الاسرار، وكذلك سب وشتم والمعاطي. يعني هادشي علاش دخلت، ماشي هي صاحبه الحساب حمزه مون بيبي وماشي هي الممول ديالو. حنا كاملين عارفين ان صاحب حمزه مون بيبي هو خارج ارض الوطن، يعني عايش في امريكا ومن تما ما بقاش بان، ولكن لحد الان مازال كينشر على سناب شات اخبار ديال الفنانين اللي كيبغيو اللي ما كيبغيوش دنيا باطمه واللي كيستافدوا دنيا باطمه وكاع اعداء ديال دنيا باطمه. فهو من محب فنانين دنيا باطمه، داكشي علاش اي واحد كيجبدها بالسوء تيفتح ليه اسراره. هذا الحساب خاصو مولاه خاصو يتشد في اسرع وقت، لانه بزاف اللي توفوا بسببه، بزاف اللي مرضوا نفسيا بسبب هاد الحساب. الحمد لله على سلامتك مره اخرى دنيا باطمه. السلام عليكم، ما تنساوش الاشتراك بالقناه باش يوصلكم كل جديد.